في عدو كده كلنا بنواجهه كل يوم. عدو عارف عننا كل حاجة، كل نقطة ضعف، وبيستعملها ضدنا ببرود. والمشكلة إن العدو ده عايش جوانا. في تحليلنا النهاردة هنتكلم عن الناقد الداخلي ده، وهنعرف إزاي نحول صوته من مطرقة بتكسر فينا لقوة تساعدنا نكون أحسن، بس بعدل وإنصاف. كتير مننا بيفتكر إن أكبر معركته بتكون مع الناس، مع الدنيا، بس الحقيقة إن أخطر عدو ممكن يقابلك هو أقرب ليك من أي حاجة تانية. أصعب صوت ممكن أي إنسان يسمعه في حياته كلها مش صوت الناس اللي حواليك، ولا حتى نقد من أقرب حد ليك. لا، أقصى هجوم ممكن تتعرض له مصدره مش من بره خالص. هو صوتنا إحنا. أيوه، هي الصوت اللي جوانا ده، اللي معاه مفتاح أعمق حتة فينا، اللي يقدر يبنينا للسما أو يهدمنا تماما. وده بقى بيخلينا نسأل سؤال مهم قوي: هو إحنا ليه بنبقى قاسيين على نفسنا قوي كده؟ إيه أصل القسوة دي؟ الصوت ده بيبقى عامل زي ما يكون مشغل اسطوانة مشروخة، مش بيرضى يغيرها. أنا مش كفاية، أنا على طول بغلط. وطبعا الجملة السامة بتاعت المقارنات، فلان أحسن مني بكتير. الكارثة الحقيقية مش بس إننا بنسمع الكلام ده، لا، الكارثة الأكبر إننا بنصدقه وبنخليه هو الحقيقة اللي بنعيش بيها. طيب، عشان نعرف نتعامل مع الصوت ده ونهديه، لازم الأول نرجع لورا شوية ونشوف هو أصلاً جه منين. في الجزء ده هنحاول نفهم جذور العادة المدمرة بتاعت جلد الذات دي. وهنا بقى في نقطة مهمة جدا لازم نفرق بينها. جلد الذات ده مش فضيلة، يعني مش هو ده التواضع، ولا هو ده الضمير الحي. لا خالص. التواضع بيساعدنا نكبر ونتعلم، لكن جلد الذات ده مجرد عادة نفسية مدمرة اتعلمناها، وكل اللي بتعمله إنها بتسبب لنا أذى نفسي وبس. في الغالب القصة كلها بتبدأ وإحنا صغيرين. تخيل كده طفل اتربى في بيئة كل ما يعمل غلطة بيتقابل بنقد قاسي جدا، ولما ينجح ويعمل حاجة صح ده بيعتبر العادي المتوقع ومحدش بيقدره عليه. وفوق كل ده مقارنة مستمرة بينه وبين غيره. طبيعي جدا إن العقل يبدأ يبرمج نفسه على الطريقة دي. وهنا المخ بيعمل حركة غريبة جدا، بيخترع لنفسه آلية دفاع، بس آلية دفاع معكوسة، كأنه بيقول لنفسه: اسمع، أنا ههاجم نفسي وأسبق أي حد تاني ممكن يهاجمني. الفكرة إنه بيحاول يحمي نفسه من ألم النقد الخارجي الكبير بإنه يدي لنفسه جرعات صغيرة من ألم النقد الداخلي. طبعا دي محاولة فاشلة وغلط للشعور بالأمان. ممكن حد يسمع الكلام ده ويقول: يا عم دي مجرد شوية أفكار سلبية وهتروح لحالها. بس الحقيقة إن العلم له رأي تاني خالص وصادم. الألم اللي بيسببه جلد الذات ده مش مجرد إحساس في الهوا، ده ألم حقيقي المخ بيحس بيه فعلا. ودي بقى اكتشاف مرعب شوية. دراسات علم الأعصاب اللي استخدمت مسح على الدماغ أثبتت إن لما بنقسو على نفسنا قوي، نفس المناطق في المخ اللي بتنور لما نحس بألم جسدي هي اللي بتنور. يعني عقلك بيترجم كلامك القاسي ده كأنك بتتخبط في الحيطة أو إيدك بتتحرق. الألم واحد. وعلشان كده لازم ناخد الموضوع ده بجدية. النقد الذاتي مش مجرد طبع وحش أو صفة في الشخصية، لا، ده نمط من الحوار الداخلي اللي له تأثيرات سلبية نقدر نقيسها على صحتنا النفسية والعصبية. الخلاصة يعني إن المخ مش بيميز ما بين هجوم جاي من بره وهجوم جاي من جوه. بالنسبة له الألم هو. وعلشان كده إننا نغير الحوار الداخلي ده مش رفاهية خالص، دي ضرورة حقيقية عشان صحتنا النفسية. طيب، كده فهمنا المشكلة وأصلها وتأثيرها. إيه الحل بقى؟ هنا بيبدأ التحول الحقيقي، اللي بيبدأ من إننا نغير مفهومنا عن الحل نفسه. الحل مش في الحاجة اللي أغلبنا بيفتكرها. أول فكرة بتيجي في بال أي حد لما يحس إنه سلبي هي إيه؟ لازم أبقى إيجابي. بس هل ده فعلا هو الحل؟ هل إننا نحاول نجبر نفسنا نكون إيجابيين طول الوقت هو ده الطريق الصح؟ لأ، الحل مش إننا نلبس قناع الإيجابية المزيفة، لأن ده مرهق ومستحيل يستمر. الحل الصح في كلمة واحدة: العدل. يعني إيه العدل مع النفس؟ يعني ببساطة نعامل نفسنا بنفس المنطق والإنصاف اللي بنعامل بيه حد بنحبه وبنحترمه. لا نجلد نفسنا زيادة عن اللزوم ولا نطبطب على الغلط، مجرد عدل وموضوعية. الكلام النظري جميل طبعا، بس التغيير الحقيقي بيجي بالتطبيق العملي. وعلشان كده خلينا نركز مع بعض في التمرين العملي اللي جاي ده. تمرين من 3 خطوات بس نقدر نعتبره السلاح السري اللي هنستخدمه أول ما صوت الناقد الداخلي ده يبدأ يعلى. التمرين بسيط جدا وسهل نفتكره. أول ما تحس بالهجوم الداخلي ده بدأ، هنعمل 3 حاجات بالترتيب: اسأل، بدل، حدد. أول خطوة هي اسأل. الخطوة دي هدفها إنها تخلق مسافة بيننا وبين الفكرة القاسية دي. بنسأل نفسنا سؤال واضح: لو في صديق عزيز عليا
عمل نفس الغلطة بالظبط، هل فعلا كنت هكلمه بنفس القسوة دي؟ هقول له نفس الكلام الجارح ده؟ الإجابة في 99% من الحالات بتكون لأ طبعا. مجرد السؤال ده بيفضح ازدواجية المعايير اللي بنعيش بيها. تاني خطوة هي بدل. هنا بنبدل الجملة، بدل ما نستخدم تعميم كارثي زي أنا فاشل، بنحولها لوصف دقيق ومحدد للموقف. أنا غلطت في النقطة دي تحديداً. شوف الفرق عامل إزاي؟ الأولانية حكم إعدام على الذات كلها، التانية مجرد وصف لسلوك معين ممكن يتصلح. وآخر خطوة هي حدد. جلد الذات ده يبان كلامه عايم وعان، أنا سيء، أنا مش بعمل حاجة صح. التطوير الحقيقي عمره ما بيجي من كلام عام كده، بيجي من التحديد. فبدل الهجوم ده كله بنحدد سلوك واحد بس، حاجة واحدة معينة ممكن نشتغل عليها عشان نحسنها المرة الجاية. ده بيحول طاقة الهدم لطاقة بناء حقيقية. والجملة دي بتلخص الحكاية كلها. كتير مننا اتربى على فكرة إن القسوة هتخلينا أحسن، إن الخوف هيخلينا ننجز. لكن الحقيقة العلمية والنفسية بتقول العكس تماماً. الأمان هو اللي بيخلق بيئة للنمو والتطور. الخوف بيجيب شلل وتجمد، لكن الأمان النفسي بيجيب إبداع وتحسن حقيقي. ويمكن ده هو الهدف الجديد اللي ممكن نطلع بيه كلنا من تحليل النهاردة. بدل ما الهدف يكون إننا ندخل في حرب عشان نسكت الصوت اللي جوانا، يمكن الهدف الحقيقي يكون إننا نعيد تأهيله، نعلمه إزاي يتكلم معانا بإنصاف واحترام، بنفس الطريقة اللي بنكلم بيها حد بنحبه فعلا. الرحلة مش عشان نتخلص منه، لكن عشان نحوله من عدو بيحاربنا لقاضي عادل بيساعدنا.